فيلم النهارده بيبدأ مع بيلا اللي كانت عايشة مع أمها وجوز أمها، وكانت أمها مسافرة فراحت تعيش مع أبوها اللي عايش في قرية صغيرة اسمها فوركس. وكان أبوها اسمه تشارلي وكان قائد الشرطة، وواضح إنه ما شافهاش بقاله مدة كبيرة. ولما وصلوا البيت جالهم جيرانهم ولد اسمه جيكوب وأبوه اللي كان جايب لها عربية هدية. فرحت جدا بالعربية وقررت إنها تروح بيها المدرسة، وهناك بدأت بيلا تكون صداقات. وفجأة وهي قاعدة مع الشلة دخل شباب شكلهم غريب، سألت عنهم قالوا لها إنهم من عيلة كولين وما بيكلموش حد. وجه ابن كولين كمان واسمه إدوارد وكان متوهج، تحس إنه وشه حتة من القمر كده. وكانوا بيحكوا لبيلا عنه وواضح إنه كان سامعهم. قالوا لها إنه وحيد ومفيش حد عاجبه، فبصت عليه وهو شافها. دخلت الفصل بتاعها فالمدرس ملقاش مكان إلا جنب إدوارد وقعدت جنبه. بس الغريب إن إدوارد لما شافها اتضايق جدا، حتى إنه سد مناخيره علشان ما يشمش ريحتها، وخلى بيلا تشك إن ريحتها وحشة. ولما خلصت الحصة جري إدوارد وراح لشؤون الطلبة وحاول ينقل نفسه لفصل تاني. فالموظفة قالت له إن مفيش مكان فاضي. في اللحظة دي كانت بيلا وراه وسمعته وهو متضايق جدا. روحت وكلمتها أمها تطمن عليها، وبعد ما قفلت معاها افتكرت نظرات إدوارد ليها، فراحت المدرسة وقررت إنها تواجهه وتسأله عن السبب. بس عيلته جت وهو الوحيد اللي ما جاش، واستنته يوم ورا يوم علشان تسأله إيه مشكلته معاها. وفي يوم كانت رايحة المدرسة قابلها أبوها وقال لها إنه هيتأخر عشان في حيوان مفترس قتل شرطي صاحبه. وصلت المدرسة وواضح إنها كانت محبوبة جدا. وفجأة لقت إدوارد بعد غيبة، والغريب إنه بدأ يكلمها عادي جدا كأن مفيش أي حاجة. ولما سألته إنه كان غايب قال لها إنه كان مسافر، وسألها عن عيلتها حكت له وركزت في عينيه لقت لونهم مختلف. معرفش يجاوبها ومشي. وقفت بيلا لوحدها وشافت إدوارد واقف بعيد عنها مع عيلته. وفجأة جت عربية سريعة وضربت فرامل، ولقت إدوارد عندها ووقف العربية بإيده في مشهد جبار يعني. وقفت بيلا وهي مذهولة من اللي حصل. وصل أبوها يطمن عليها، وصل كمان دكتور كولين أبو إدوارد كشف عليها وقالت له إن لولا إدوارد وصل لها بسرعة كبيرة كانت ماتت. قال لها إنك محظوظة وطمنهم إن ما فيهاش حاجة ومشي. راحت بيلا تكلم إدوارد لقيته واقف مع أبوه وروزلي قريبته وكانوا بيزعقوا له. كلمته وسألته إزاي وصل لها بالسرعة دي ووقف العربية بإيده. حاول يوهمها إنه كان واقف معاها وسابها ومشي. وتاني يوم سألته وقفت العربية إزاي؟ قال لها حصل له زيادة في الأدرينالين. وقال لها كمان ما ينفعش نبقى أصحاب. قالت له كنت تسيب العربية تخبطني وتوفر على نفسك الندم ده؟ قال لها انت ما تعرفيش حاجة. راحت المدرسة تاني يوم واصحابها قالوا لها انهم رايحين شاطئ اسمه لابوش وهتروح معاهم. راح لها إدوارد لوحدها قالت له انت تعبتني من تقلباتك دي. وسألته عن العربية ازاي وقفها، ما جاوبهاش وقال لها انه شرير ولازم ان هي تبعد عنه. قالت له لا انت جميل ما تقولش على نفسك كده. وقالت له تعالى معانا شاطئ لابوش، تعالى نستمتع شوية. فرفض. المهم انها راحت للشاطئ ولقت هناك جيكوب واصحابه وسألته عن عيلة كولين ليه ما بيجوش هناك. قال لها انها اسطورة وان عيلة كولين ما بيقربوش ناحيتهم وانها قصة بس يعني اسطورة. بدأت بيلا تدور على النت وراحت تشتري كتب من مكتبة. وهي راجعة بالليل جالها شوية شباب وحاولوا يتحرشوا بيها. هنا ظهر البطل الضرغام، والشباب اول ما شافوه اترعبوا منه جدا وعرض انه ياخدها المطعم علشان تاكل. وسألته عرفت مكان ازاي؟ انت بتراقبني؟ قال لها انه كان مراقبها وسمع افكار الشباب واللي كانوا عاوزين يعملوه معاها. سألته انت قارئ افكار؟ قال لها ايوه. قالت له طب انا بفكر في ايه دلوقتي؟ قال لها انه يقدر يقرا افكار كل اللي حواليه الا هي. قالت له في حاجه غريبه فيا. ضحك قوي وقال لها انا بقول لك اني بقرا افكار الناس وانت بتقولي انك مختلفه. وقال لها انه مش قادر يبعد عنها بعد كده. قالت له ما تبعدش وخليك قريب. خدها وراح يوصلها ولقى عربيه ابوه في اسم الشرطه. فخرج عليهم كولين وقال لبيلا ادخلي لابوكي علشان في واحد صاحبه مات من حيوان مفترس. وصلت لابوها واداها رشاش فلفل للحمايه عشان تحمي نفسها لما تكون لوحدها. وصلوا البيت وبدأت تكمل بحث على النت وعرفت ان إدوارد مصاص دماء. وراحت قابلت إدوارد وخدته لمكان بعيد في الغابة وسألته انت مصاص دماء؟ قال لها ايوه. ووراها جسمه تحت أشعة الشمس. فقالت له انت تشبه الماس وانت جميل قوي. قال لها انه قاتل. قالت له مش مهم وانها بتحبه وحاولت تقرب منه لكنه بعد عنها. وقال لها انه كان عاوز يقتلها علشان دمها. قالت له انا واثقة فيك وحاولت تقرب منه لكن هو بعد عنها. وقال لها انا مش قادر اقرا افكارك، ليه بتفكري في ايه؟ قالت له انا خايفه دلوقتي ان افقدك. وقال لها انه كان مستنيها من زمان قوي وقضوا مع بعض وقت جميل. راح خدها بعد كده من البيت وظهروا مع بعض في المدرسه في وسط دهشه كبيره جدا من كل الطلبه حتى عيله إدوارد. وقال لها انه بيضرب كل القواعد لانه ظهر معاها. وخدها بعد كده المكان وسالته عن حياتهم. وقال لها ان كولين هو اللي حوله سنه 1918 مكان مريض وخاف ان هو يموت. وده كان صعب على كولين جدا
لانه كان لازم يقف وهو بيمص دمه علشان ما يموتش. وسالته انت ليه ما بتقتلش ناس؟ قال لها انا مش عاوز اكون وحش. وحكى لها عن عيلته انهم نباتيين، يعني بيتغذوا على الحيوانات بس، لكن في ناس غيرهم بيقتلوا الناس. وسالته عن قراءة الافكار، لها ان هو بس، وان أليس بتشوف المستقبل. بعد كده راح لها البيت ودعاها لعنده علشان تشوف عيلته. تاني يوم راحت بيتهم وتعرفوا عليها كلهم، كولين وأزمي مراته وإيمت وروزلي اللي كان من الواضح انها كانت متضايقه قوي. وقالت لهم لو حصل اي حاجه لبيلا كلهم هيكونوا في مشكله، يعني لو كلوها. قعدوا يضحكوا على كلامها، وقالت لهم بيلا انها مش هتقول لحد على سرهم. وجات أليكس وجاسبر كمان اللي كان اخر واحد نباتي انضم ليهم، والموضوع صعب عليه شويه، كان مشهد غريب شويه. بعد كده ادوارد خد بيلا على ظهره وطار بيها في وسط الأشجار. واستمتعت بيلا جدا لأن عمرها ما شافت العالم ده وعاوزة تعيش فيه. وخدها إدوارد على بيته وعزف على البيانو وقضوا وقت جميل مع بعض، وكانت هي مبهورة بالعالم ده. بعد كده راحت بيلا تتغدى مع أبوها، وكان كل الأهالي خايفين من الحيوان اللي بيموت الناس، لكن تشارلي طمنهم. بعد كده طلب من بيلا إنها تخرج وتتمتع لأنه مش فاضي. بعد كده بتكلم أمها تطمن عليها، سألتها عن الشباب، لسه هتقول لها على إدوارد لقيته قدامها في الأوضة. قفلت مع مامتها بسرعة وسألته أنت جيت إزاي؟ قال لها من الشباك. مش أول مرة يجيلها لأنه بيحب يشوفها وهي نايمة، وحاول يقرب منها بس فاق وبعد عنها وكان عاوز يمشي. قالت له خليك، وقعدوا يتكلموا لحد ما نامت على صدره. والصبح قالت لأبوها إن إدوارد عايز يجي يتقدم له بشكل رسمي ويطلب يخرج معاها، وطلبت من أبوها إنه يعامله كويس. جه إدوارد وطلب من أبوها إنها تقضي اليوم مع عيلته وإنهم هيلعبوا بيسبول، ووعدوا إنه هيهتم بيها. وصلوا الملعب وطلبوا من بيلا إنها تقف حكم، وبدأوا لعب بطريقة مصاصين الدماء، وعرفوها إن إدوارد سريع جدا. وكان وقت جميل جدا قضوه مع بعض لحد ما أليس شافت إن في 3 مصاصين دماء جايين، فحاولوا يخبوا بيلا. ولما وصل مصاصين الدماء ال3 طلبوا منهم إنهم يلعبوا معاهم جيم، وكان اسمهم لورانت وجيمس وفيكتوريا. بس كان جيمس ده غريب، فضل يبص على إدوارد بطريقة غريبة جدا، وشم ريحة بيلا وكان عاوز يهاجمها، لكن كلهم وقفوا قدامه. فاضطر جيمس هو واللي معاه يمشوا لأنهم أكتر منهم، وكان واضح إن جيمس مش هيجيبها لبر. وأخد إدوارد بيلا وكان رايح يسفرها. راحت البيت وعملت إنها زعلت من إدوارد، وكلمت أبوها بطريقة زعلته جدا علشان يسيبها تمشي. ركبت العربية وكان إدوارد معاها، وقال لها إن أبوك هيسامحك. وصلوا البيت إدوارد واتفقوا إنهم يوصلوها، والباقي يواجهوا جيمس ويشتتوه ويقتلوه كمان لو قدروا. بس جيمس كان متعقب واكتشف انهم بيضللوه، فرجع وراح على المكان اللي فيه بيلا واتصل بيها بالتليفون وسمعها صوت امها وقال لها لو ما جيتيش عندي هقتل امك. هربت منهم وراحت لجيمس، وهناك فوجئت ان ده كان تسجيل وامها مش موجوده. وطلع لها جيمس وحاولت ترش عليه فلفل بس ما اثرش فيه، وضربها واتعورت في ايدها، وحاول يصورها وهي بتتألم. وفجأة وصل ادوارد وضربه وحاول يبعده عنها، بس جيمس كان قوي جدا وضرب ادوارد وراح عض بيلا وبدأ يمص دمها. لحقوا ادوارد ومسكه وهو غضبان جدا. وفي الوقت ده وصلت عيلة ادوارد وقتلوا جيمس وبدأوا يعالجوا بيلا. وكان في خيارين بس لادوارد، انه يسيبها تتحول أو يسحبوا السم من جسمها. وافق إدوارد وبدأ يسحب السم منها، وكانت أصعب حاجة عليه إن هو يقف. وفي الآخر وقف بعد ما سحب منها السم. فاقت بيلا في المستشفى وكانت أمها معاها، وقالت لها إن رجلها اتكسرت لما وقعت على السلم لما كان بيحاول إدوارد يقنعها إنها ما تسافرش. قالت لها بيلا نادي شارلي علشان تعتذر منه لأن أنا ضايقته. وقام إدوارد يكلم بيلا بعد ما كان عامل نفسه نايم، وقال لها إنه قتل جيمس وإن هو السبب في كل اللي حصل لها، وإنه كان خايف ما يوقفش. قالت له بس انت وقفت، وحاول يقنعها انها تسافر. اتعصبت عليه جدا وزعلت، وقالت له انها مش هتسيبه وانه ما ينفعش يسيبها بعد كل ده. اعتذر لها ادوارد وفضل جنبها. بعد كده راح ياخدها من البيت علشان حفلة التخرج، وسابها شوية فجالها جيكوب وقال لها ابويا بيقولك سيبي ادوارد وانه هيراقبك. قالت له شكرا. هنا وصل ادوارد وكان واضح ان هما بيكرهوا بعض هو وجيكوب، وخد بيلا ومشي ورقصوا مع بعض. وقالت له انت انقذتني ليه؟ كنت خلتني ابقى زيك. وقال لها انت مش عارفه حاجه، هتموتي نفسك علشاني وبتحلمي انك تكوني وحش. قالت له انا بحلم اكون معاك للابد. قال لها عيشي معايا حياه طويله، وما رضيش يحولها. ودي كانت نهايه فيلمنا يا جماعه. يا رب تكونوا استمتعتوا بالقصه، ولو عايزين باقي الاجزاء اكتبوا في التعليقات. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، ولو اول مره دوس على الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. شكرا على دعمكم. معاكم ممدوح من تمنية فيلم.